خليني أقول لك جملة يمكن تضايقك شوية. الموبايل مش بس بيسرق وقتك، الموبايل بيأثر على عقلك لدرجة إنه بيغير طريقة تفكيرك. وخلي بالك المشكلة مش إنك بتقضي ساعات على الموبايل، المشكلة إنك بعد فترة مبقاش عندك القدرة تقعد مع نفسك شوية. لو قعدت شوية من غير ما تمسك الموبايل بتحس بملل، بتحس إنك لازم تفتح حاجة، فيديو، رسالة، أي حاجة، كأن دماغك اتعود إنه ما يستحملش الهدوء. وفي سؤال مخيف جدا: وإيه اللي حصل لعقولنا علشان نوصل لكده؟ فيلا بينا نفهم ونعرف ليه وصلنا لكده. السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد. أنا مؤمن 100% إن إحنا لو عندنا وعي حقيقي وفهم لأي شيء هنقدر نتصرف ونتعامل معاه بشكل صحيح. ولو الوعي ده مش موجود صدقني هنغلط كتير وهنخسر أكتر. ومن خلال الوعي ده أي شيء ممكن يضرك ممكن تحوله لحاجة تنفعك. تعالوا نتكلم علشان يكون عندنا وعي حقيقي بالموبايل ونعرف ممكن ينفعنا في إيه ويضرنا في إيه. مثلا لو بصيت حواليك في أي وقت وركزت شوية هتشوف حاجة غريبة جدا. ناس قاعدة مع بعض لكن كل واحد منهم في وادي، في عالم تاني، باصص في الشاشة بتاعته، في فيديو بيتفرج عليه، في سكرول ملوش نهاية. كأننا بقينا موجودين لكن مش عايشين مع بعض. في حقيقة لازم كلنا نعرفها: شركات التكنولوجيا مش بتتنافس على الفلوس وبس، دي بتتنافس على حاجة أهم من دي بكتير، وهي انتباهك. كل إشعار، كل تطبيق، كل فيديو قصير بتتفرج عليه مصمم خصيصا علشان حاجة واحدة بس: إنه يمسكك جوه التطبيق ده أطول فترة ممكنة. كل ما تقعد أكتر هو يكسب أكتر. وإحنا هدفنا إننا نفهم اللعبة ماشية إزاي ونعرف إيه اللي بيحصل وعشان إيه. لعبة نفسية، كل مرة بتفتح فيها الموبايل دماغك بياخد مكافأة صغيرة جدا. ممكن تكون إشعار، رسالة، فيديو مضحك، معلومة غريبة مش هتنفعك بأي شيء. والمكافأة الصغيرة دي بتخلي دماغك يفرز الدوبامين، ومع الوقت يتعود على الإحساس ده فيبدأ يطلب مرة واتنين وعشرة. وفجأة تلاقي نفسك بتمسك الموبايل وتفتحه حتى من غير أي سبب، وبكده تبقى نجحت الحيلة بتاعته. المشكلة بقى مش بس في الوقت، المشكلة إن مخك نفسه بيتغير، ومش للأفضل على فكرة. زمان كان ممكن تقعد ساعة كاملة تقرا كتاب أو تركز في حاجة بعمق، لكن دلوقتي هم 5 دقايق بس تبقى عايز تقوم تمسك الموبايل تفتحه وتبص فيه، عشان عقلك بقى متعود على السرعة والدوشة والتشتت. وهقول لك على حاجة مهمة جدا: العقل البشري غالبا بيحتاج من 15 ل 20 دقيقة علشان يدخل في حاجة اسمها التركيز العميق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تقعد تذاكر أو تشتغل أو تفكر في حاجة بجد، أول 15 ل 20 دقيقة دماغك لسه بيسخن، لكن بعد الوقت ده بيبدأ يحصل تركيز قوي وفهم أعمق وإنتاجية أعلى. المشكلة بقى كل مرة تمسك فيها الموبايل أو يجيلك إشعار العداد بيرجع للصفر. يعني لو كنت داخل في التركيز بقالك 20 دقيقة مثلا ومسكت الموبايل 10 ثواني بس، دماغك هيحتاج من 15 ل 20 دقيقة تاني علشان يوصل لنفس مستوى التركيز. وده سبب بيخلي ناس كتير تقعد بالساعات لكن إنتاجها وفهمها قليل. وبعض الدراسات بتقول إن رجوعك لنفس مستوى التركيز بعد التشتت ممكن ياخد وقت أطول. يعني إشعار واحد صغير ممكن يكلفك نص ساعة من التركيز. أهم حاجة فعلا إننا نفهم كل ده علشان نعرف نتعامل مع الشيء ده بشكل صحيح. وتعالى من ناحية تانية نحسب حاجة بكل بساطة: لو بتستخدم الموبايل 3 ساعات في اليوم، يعني تقريبا في السنة 1000 ساعة. انت متخيل يعني ايه 1000 ساعة في السنة بتضيع كده؟ يعني هي مش مجرد ساعة واحدة، دي أيام، ومع الوقت بتتحول لسنين. وأغلى حاجة عندك هي عمرك ووقتك. تخيل لما عمرك ده يضيع في سكرول ملوش نهاية وملوش قيمة. الموبايل خلى العالم كله جوه جيبك، أخبار، حروب، مشاكل، ترندات، كل حاجة جوه جيبك، وكل حاجة منهم بتاخد وقتك. لكن الحقيقة إن مش كل حاجة بتحصل في العالم
لازم تاخد وقتك وانتباهك، ولو فضلت طول الوقت تبص لكل حاجة هتنسى تبص لنفسك ولحياتك. أخطر حاجة ممكن تخسرها مش هي الفلوس ولا الفرص، أخطر حاجة ممكن تخسرها هي انتباهك، لأن الشخص اللي يملك انتباهك يملك وقتك، واللي يملك وقتك يملك حياتك. في النهاية الموبايل مش عدوك، لكن المشكلة بتحصل لما بتحول من أداة لحاجة بتتحكم في حياتك. فاسأل نفسك السؤال ده بصدق: هل الموبايل ده أنت اللي بتستخدمه ولا هو اللي بيستخدمك؟ وفكر برضه في السؤال ده بصدق: لو سحبت منك الموبايل لمدة يوم واحد، هل هتحس براحة ولا هتحس إن في شيء ناقص؟ ولو حسيت بتوتر من السؤال ده، صدقني المشكلة مش في الموبايل، المشكلة بقت فينا احنا اللي اتعودنا نهرب بالهدوء ونهرب من الحقيقة اللي بره الشاشة. والحياة الحقيقية مش جوه الموبايل، الحياة الحقيقية بره الشاشة دي صدقني. والناس اللي عرفت تبني حياتها بجد هم الناس اللي عرفوا يتحكموا في انتباههم، واحنا ان شاء الله نقدر. ونصيحتي ليك وليا ولينا كلنا اننا نستخدم الشيء ده في الحاجة اللي تنفعنا، بس ما نستخدموش في حاجة نحس ان هو اللي بيستخدمنا فيها. والسلام عليكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.